الطوب انواعه كتير، اشهرهم في مصر الطوب الاسمنتي والطوب الطفلي. الاسمنتي جاي من اسمه، يعني معمول من اسمنت ورمل وميه وحاجه اسمها سن زيرو، وساعات بيتقال عليها سن نمنم. بقول لك ايه، ما تقعدش بقى تضحك لي من دلوقتي علشان خاطر البند اصلا مليان مصطلحات وهنقعد نحفظ في اسماء قد كده، فما تقعدش تقول لي ده ايه ده ازاي اسمه كده. الطفلي اسمه برضو واضح، بيتعمل من الطفله اللي بتطلع من الاراضي الزراعيه، اللي هو الطوب الاحمر اللي احنا بنبقى شايفينه اللي هو الغامق ده. ايوه هو ده. طبعا في انواع تانية للطوب بس انا مش هتكلم عنها كتير عشان ما اضيعش وقتك. انا بقول لك اشهر حاجه هنشتغل بيها في السوق. زي ما في انواع للطوب برضو في مقاسات للطوب. الطوبه العاديه حاجه من اتنين، يا اما 6 في 12 في 25 دي اللي اتعلمناها في الكليه، يا اما 5 في 10 في 20 ودي اكتر حاجه منتشره في السوق دلوقتي. وفي حاجه اسمها طوبه دبل. الطوبه الدبل دي يعني كأن طوبتين دمجتهم في بعض، ودي بتكون ابعادها 10 في 10 في 20، يعني ضعف الطوبه العاديه اللي هي الخمسه. تعالى بقى احكي لك قصة الطوب بتبدأ معاك ازاي في الموقع. اول حاجة الطوب بيتشون. يعني ايه بيتشون؟ يعني بيتحط كده. كلمة بشون الحاجة عموما في اي بند يعني بحط الحاجة. اهم حاجة وانت بتشون الطوب اوعى تحط الطوب كله في حتة واحدة. ده طبعا في حالة ان المبنى خرسانات واحنا لسه بنبني، فانت عندك كمية طوب كبيرة جدا، فما تمركزهاش كلها في حتة واحدة علشان حمل المباني ما يبقاش كبير قوي على البلاطة وعلى الخرسانات، فانت وزعهم في كذا مكان. طبعا واحد هيجي يقول لي طب ما الطوب هيبقى كتير قوي، انا كمهندس اعده ازاي؟ او انا كعميل يعني لما اجي استلم الطوب اعده ازاي طوبه طوبه؟ طبعا انت لما بتيجي تشون الطوب بتبدا تعمل حاجه اسمها رص للطوب. بترصه في الثلاث اتجاهات، بتحطه في الاتجاه ده وبعد كده تطلع بيه وبعد كده تبدا تكرر الصفوف اللي انت عملتها دي. والموضوع ببساطه هتعد الصف الواحد فيه كام طوبه، في كام طوبه في الارتفاع، في عدد الصفوف نفسها. تقدر تعرف ببساطه ساعتها عدد الطوب كام. طبعا في واحد يجي يسالني يقول لي هو انا امتى استخدم الطوب الاسمنتي وامتى استخدم الطوب الاحمر اللي هو الطفلي ده؟ الحقيقه الطوب الاسمنتي هو افضل واقوى، بالاخص في المناطق اللي فيها رطوبه زي اماكن الحمامات والمطابخ ومكان القد. ايه ده؟ ايه مكان القد؟ يعني ايه مكان القد؟ هقول لك بعد شويه، استنى بس. قلت لك هتلاقي فيه مصطلحات بس ركز ان شاء الله، هتلاقي الموضوع بسيط في الاخر. ممكن مثلا في جلسات البلكونه، والاهم من كل دوت كمان عند اماكن الفتحات. قال لا ليه هو اماكن الفتحات بيكون فيها رطوبه؟ لا، الطوب الاسمنتي فيه ميزه حلوه قوي ان هو جامد، يعني تقدر تثبت فيه مسمار بشكل قوي جدا، تقدر تثبت فيه الكنات، تقدر تثبت فيه اي حاجه. فتلاقي الطوب الاسمنتي شديد عن الطوب الاحمر. الطوب الاحمر تحس انت لو خبطت فيه مسمار بيتكسر على طول. فالطوب الاسمنتي حلاوته في ان هو متين سواء في اماكن الرطوبه او في اماكن التثبيت. خلينا بقى نرجع لموضوعنا اللي هو ايه هي قصه الطوب في الموقع. بعد ما شونا الطوب بتبدا ترشه ميه، رشه ميه كتير على قد ما تقدر. ليه؟ لان الطوب بيكون فيه نسبه املاح عاليه، فالاملاح ديت بتضرني جدا في الشغل، ببقى عايز اتخلص منها على قد ما اقدر. فكل شويه بتبقى ماسك، تلاقي الراجل ماسك الخرطوم كده وعمال بيرش ايه، بيرش في الطوب علشان خاطر ينزل الاملاح الموجوده فيه على طول. طبعا مش على الفاضي والمليان، يعني انت مش هتبوش الطوب، فاهمني؟ بعد كده بنبدا بقى نعمل القد بتاع المباني. ايوه قد المباني اللي لسه قايل لك عليه من شويه، يفضل انك تستخدم فيه الطوب الاسمنت. يعني ايه بقى اقد المباني؟ بقد المباني يعني ببني اول 3 صفوف. بص بقى هتلاقيني ما بقولش كلمه صفوف دي تاني، هتلاقيني بقول عليها مدماج. يبقى بقد المباني يعني ببني اول 3 مداميك اللي هي 3 صفوف. يعني قد المباني بقى دوت بيساعدني في ان انا ببقى محدد اماكن الحوائط فين، ببقى عارف اماكن الفتحات فين، لان انا ببني اول 3 مداميك بس. ما ببنيش طبعا الحيطه كامله مره واحده، لا، ببدا اعمل كده. بتخش الشقه تلاقي اول 3 مداميك اللي هي القد، يعني ببقى عارف ان في هنا عندي حيطه، ببقى عارف ان في عندي هنا فتحه باب، فخلاص كل دوت كاني رسمته على ارض الواقع. بعد ما بخلص القد ببدا اراجعه علشان لو انا عندي مشكله او بنيت حاجه في مكان غلط هيبقى سهل عليا دلوقتي اكسرها وما بقاش خسرت فلوس كتير. طيب وانا بعمل القد هيكون عندي حيطه عرضها طوبه، عرضها يعني 25 او 20 سم، وعندي حيطه عرضها نص طوبه اللي هي 12 سم. لو انا جبتها من الجنب كده يبقى عرضها 12 سم او 10 سم، طبعا على حسب مقاس الطوبه اللي انا قلته من الاول. الموضوع هنا بيكون في شكل الرصه، يعني انا لما اجي ارص الطوبه نفسها ازاي تديني طوبه كامله كعرض، ولا اجيبها كده تديني نص طوبه. طيب خلينا نقول لو انا هبني نص طوبه، دي سهله جدا، بتجيب الطوبه على جنبها كده وتبدا تطلع، خلاص النص طوبه خلصت، اللي هو العرض ال 10 سم او ال 12 سم. طيب لو انا هبني بقى طوبه كامله، هل بقى اجيب 2 جنب بعض كده واطلع بيهم نص جنب نص كده وخلاص الموضوع خلص؟ اكيد لا، الموضوع ما بيمشيش كده. الفكره في الطوبه ان انا ببقى عايز اقوي اللحامات اللي ما بين الطوب نفسه عشان الحيطه ديت ما تقعش مني او ما تبقاش حيطه ضعيفه. يعني بجيب الطوبه ببني اول 3 مداميك بالاتجاه ده اللي هو الاتجاه الطويل، واجي بعد كده اركب عليه طوبه
طوبه كامله بالاتجاه العرضي. فانت لو بصيت في اول 4 مداميج كده هتلاقي اول 3 اتجاه الطوبه الطولي هو اللي باين. في الحاله ديت بنقول ان المدماج ده شناوي، اسمها شناوي. ايوه هي كده. طبعا احلى تحيه للنادي الاهلي عشان انا اهلاوي كده يعني. ولو شفت المدماج الحته الصغيره، خلاص بقى عملنا 3 بالطول كده، تلاقي في واحده بقى صغيره اللي هي عرضها بيكون 10 او 12 سم، بنقول عليه اديه. يبقى انا بعمل ايه بقى لما اجي ابني طوبه، عرض طوبه كامله؟ بستخدم اول 3 مداميج شناوي ومدماج اديه. تمام كده. انا عارف ان الاسماء ممكن تكون جديده عليك، بس الموضوع بسيط والله. هتلاقيك بتحفظه كده عشان تبقى متمكن، وتبقى وانت بتتكلم مع الصنايعي تقول له بقول لك ايه، لا انا عايز اول 3 مداميج شناوي واديني واحده اديه فوقيهم. في حاجه بقى مهمه جدا، اول ما تخش كده وتبص على الحيطه تعرف الحيطه ديت مرصوصه صح ولا فيها مشكله. تعال اقول لك ازاي. الطبيعي ان انت لما تشوف اي طوبه في عندنا، انا لما بحط طوبه كده وجنبيها طوبه كده بيكون في بينها فراغ بيتحط فيه مونه، هنتكلم في تفصيلته بعد كده. المهم يعني الفراغ ده بنقول كلمه عرموس. تمام كده. الحيطه لو مبنيه صح، الفاصل ده اللي هو العرموس بقى ده ما يكونش مكمل ما بين المدماج والتاني. يعني دايما تلاقي فيه المدماج دوت، لو انا الطوبتين كده الطوبه اللي فوقيهم تبقى قاعده عليهم كده، فتلاقي العرموس اللي طالع دوت مش مكمل. لازم يكون في خلاف في العراميس نفسه بفرق الايه، الحركه بتاعه الطوب. هو ده الرص الصح. فانا لو دخلت على حيطه ولقيت في اي مدمكين فوق بعض العرموس ده مكمل، اعرف ان في مشكله. عندك مشكله يا باشا لازم تحلها. ده الف ب يعني. الموضوع مش محتاج بقى لا طب ما هي تمشي يا باشمهندس، لا طب يا استاذ ما هي ماسكه اهي واقفه قدامنا، ما في ده غلط. هقول لك بقى على جمله تقولها لاي بنا يقول لك بس انا كده بدات اقلق يا باشمهندس، ده 100 100 وانا كده هتعب بقى في الاستلام. لما تشوف البنا قبل ما يشتغل قول له وحد الطيه. قول له ايه؟ وحد الطيه وانت شغال. يعني ايه وحد الطيه؟ وحد الطيه يعني المسافات اللي ما بين العراميس ديت تكون موحده، علشان خاطر لما ابص كده على الحيطه ما الاقيش بقى عرموس واسع وعرموس ضيق، ولا الحته دي مش عارف طالعه والحته دي. ده كده رص اي حد يعني. ممكن اطلع كده، انا مش بنا بس انا ممكن اعمل رصه كده وخلاص وسلام وشغال. لا، البنا الصح المفروض ان هو بيتقول له وحد الطيه، يعني بتوحد المسافات ما بين الفواصل والمسافات بين العراميس وتكون ماشيه خلاف. بقول لك ايه، ما تيجي احكي لك على شويه مصطلحات كده، انا حسيتك حبيت الموضوع وبدات كده تحفظ معايا وبدات تبقى متمكن. فتعالى كده احفظك شويه مصطلحات تخليك كده ايه وانت واقف مع البنا 100 100. احنا عرفنا كده مع بعض ايه؟ عرفنا حاجه اسمها قد المباني، عرفنا حاجه اسمها العرموس، المدماك، الاديه الصغننه دي، الشناوي الرصه الطويله، الطيه الكلمه السريه بتاعتنا. في عندنا كلمه اسمها كنيزر. مش عايز بقى ضحك وكده، انا هقول بقى المصطلحات على طول واقول لك شرحها ايه. تمام. في عندنا حاجه اسمها كنيزر اللي هي الربع طوبه. الترويصه بتبقى اول طوبه واخر طوبه في الحيطه. انا لسه هبدا اهو، فبحط طوبه هنا، هنعرف ده في خطوات البناء. بحط طوبه هنا وبحط طوبه هنا عشان اشد بينهم خيط، بنقول على الموضوع ده اسمه الترويصه. الهدف ان انا بظبط اول مدماج، لان اول مدماج لو طلع غلط يبقى عليه العوض في الباقي، فاهم؟ فبنقول على الموضوع ده الترويصه. بقول له نظبط الترويصه الاول. تكحيل العراميس، بقول له كحل العراميس بحيث ان المونه لما بيجي يعمل مونه بتبقى الظهر الناحيه الثانيه خشنه كده وطالعه، فببدا ايه اظبطها، بقول له كحل العراميس. السوكه اللي هي الزاويه ال90 اللي بتبقى في الاخر دي اسمها سوكه. يقول لك يظبط لي، لا انا عايزك تظبط لي السوكه. في كلمه مهمه جدا هتشوفها في بنود كتير واحنا طول ما احنا ماشيين، حاجه اسمها شنيشه. الشنيشه ديت اللي هي الفتحه في الحيط. بفتح كده في حيطه بحيث ان انا اعدي خراطيم معينه، مواسير مش عارف ايه بتاع، فبنقول عليها كلمه شنيشه. تشحيط الحيطه، بشحط الحيطه. يعني ايه بشحطها؟ حضرتك لما بتبني الحيطه كده بيبقى في الاخر بقى في كاميرا، تمام؟ او لو انا فلات سلاب بيبقى في بلاطه. علاقه الطوب بقى في الاخر خالص مع البلاطه دي ايه؟ بنجيب زي خوابير خشب كده، او بنجيب خوابير يعني، وببدا اشحط الحيطه بحيث ان انا اكون قفشت الحيطه كده من فوق، يعني فاهمين قصدي؟ فببقى ماسك الحيطه كويس مع علاقتها مع البلاطه او الكاميرا، فبقول له ايه؟ انا عايز اشحط الحيطه بحيث ان هو تكون اقوى يعني. الكتف اللي هو لو انا عندي حيطه اقل من متر بنقول عليها كتف، ما بنقولش عليها حيطه يعني. العتب متهيألي معروف. العتب اللي هو اللي بيبقى الحته الخرسانه كده اللي بتكون فوق اي فتحه. لو انا عندي باب، عندي شباك، عشان اقدر احط عليها طوب، لان انا لو عندي فتحه ما فيهاش حاجه تشيل الطوب اللي فوقيها، الطوب ده هيقع. طرف رباط انا لو انا عندي حيطه هبني عليها حيطه ثانيه، فانا بعمل ايه؟ باجي طبعا ما بلزقش دي في دي على طول، لا باجي عند الحيطه ديت ببدا ابرز بنص طوب كده وعشق النص الطوب التاني فيها، فتحس ان انا لو عندي كده وكده تلاقي الدنيا ايه؟ دخلت في بعض. تمام. يبقى كاني بعشق الدنيا في بعضها. المحاكيه عارف حضرتك الباب بتاع اوضتك كده لو فتحته، الحته اللي باب الاوضه بيفتح عليها، الحته الصغيره اللي بتبقى 10 15 سم اللي ورا ديت، دي اسمها محاكيه. طيب البنا بقى بيحتاج عده ايه وهو شغال؟ عشان برضو تبقى حافظ اسماء العده. تقول له هات لي
تقول له هات الطبق اللي هناك، لا طبعا. بيبقى عندك حاجه اسمها اروان او اروانه، دي اللي بيبقى عامله شبه الطبق الكبير اللي بتحط فيها المونه. في عنده حاجه اسمها مهزه، المهزه ديت اللي هو لما بيجيب الرمل بيهز الرمل نفسه عشان خاطر لو في اي حصى او كده مش محتاجه طبعا، بتلاقيه بيحدفه بعيد كده. في عنده ميزان خيط، ميزان خيط ده مهم جدا في الاستلام، بيكون عباره عن حاجه من فوق بنقول عليها عصفوره، يعني حاجه بيكون ماسك منها وبينزل منها خيط ونازل منها زي تقيله كده، ده بظبط بيها بشوف الحيطه مايله او لا، ده اسمه ميزان الخيط. طبعا بيكون في ميزان ميه عشان بظبط برضو اشوف افقيات المدماج نفسه، بيكون ميزان بيكون فيه ميه كده بتشوف الحيطه دي مايله كده ولا مايله كده. المفروض ان ميزان الميه بيقول لك ان هي مظبوطه. في حاجه اسمها ميزان خرطوم، دوت بيكون خرطوم كده في ميه، ده بننقل منه حاجه اسمها الشرب. الشرب دوت اللي هو المستوى اللي انا هبدا اشطب عنده بقى، يعني ببقى عارف ان انا مستوى التشطيب بتاعي موجود على مقاس قد ايه، بنقول عليه الشرب بتاع الشقه. مثلا لو انا عندي خدت نقطه متر، يبقى انا الشرب بتاع الشقه ده المتر بتاعه، يعني انا لو نزلت متر من النقطه ديت ده كده مستوى التشطيب النهائي عندي. فبرضو البنا بيبقى محتاج ينقل الشرب مثلا من نقطه لنقطه، فبننقله من خلال الميزان دوت. او طبعا في ميزان ليزر، ميزان ليزر ببقى واقف كده بحطه في الشقه، وده الافضل والادق، وببدا اخد نقطه معينه وبنشر النقطه ديت في المكان كله. في حاجه اسمها قده الومنيوم، القده الالومنيوم دي بتبقى حاجه طويله كده، حديده الومنيوم، ببدا امسكها ببدا اظبط بيها، يعني بحطها على الحيطه علشان لو انا الحيطه عندي كده بحطها كده بحطها كده عشان اشوف هل في كرش في الحيطه ولا لا. فالمفروض ان الحيطه طبعا بتكون معايا عدله. شفت بقى انت عمال بتاخدني بره الموضوع وتقول لي قول لنا مصطلحات وايه هي العده، ونسينا الموضوع الاساسي اصلا اللي هو المفروض طب احسب الطوب ازاي، ايه هي خطوات البناء. ادينا بقى الخلاصه، استاذنك ما تخرجنيش عن الموضوع تاني. حسبة الطوب بسيطة جدا. الموضوع ببساطة انا عندي حيطة مثلا 4 متر في 3 متر ارتفاع، عايز اعرف هتحتاج كام طوبة. عندي مساحة 4 في 3 ب 12، انا عندي 12 متر عايز ابنيهم. بعمل ايه؟ بشوف مساحة الطوبة كام. انا جايب طوبة مثلا 5 في 10 في 20، يبقى انا مساحة الطوبة الوجه اللي هو اللي هيكون ظاهر عندي، طبعا ده في حالة ان هي نص طوبة، الوجه اللي هو ظاهر عندي هيكون 20 سم في 5 سم، صح؟ 20 في 5 المساحة بتاعتها 0.01 متر سكوير. يبقى انا كده جبت مساحة الطوبة طولها في عرضها اللي هيبان مني، وعندي مساحة الحيطة، هقسم مساحة الحيطة على مساحة الطوبة يديني عدد الطوب. طيب يبقى أنا عندي 12 متر، لو قسمتهم على 0.01 هيساوي 1200 طوبة. طبعا عارف إن أنت عندك مساحة العرموس والكلام دوت، لا يعني هو 1200 بزيادة، يعني كده كده الطوب بيبقى فيه هالك، مش هيجي لك الطوب كله سليم، هتلاقي فيه طوب مكسور، فيه طوب مش عارف إيه كلام من ده. بالمناسبة لما تيجي تحسب حسبة الطوب بتاعت الشقة كلها بتزود هالك 5%، بما إننا اتكلمنا عن الهالك وكده يعني. وبرده ما تنساش لو أنت عندك فتحة اخصم مساحة الفتحة من مساحة الحيطة، يعني تمام. ايه بقى خطوات البناء؟ انا عندي حيطه بقى ابنيها ازاي؟ خلاص احنا كده فهمنا انواع الطوب ومقاسات الطوب واسماء الطوب ومصطلحات الطوب، وبقيت بتكلم زي البنا بالظبط. ابني ازاي؟ يعني انا المفروض ابدا ازاي؟ اول حاجه بترش الارض ميه، مهم جدا عشان خاطر لما تبدا تحط المونه تمسك كويس مع الارض، ما يبقاش فيه بقى عازل ترابي او حاجه فتلاقي الموضوع بقى فيه مشكله. بترش الارض ميه، بترش الاعمده ميه، لو انا عندي عمود هنا وعمود هنا ببني ما بينهم برشهم ميه كويس جدا. بحط اول طوبه هنا وبحط اول طوبه هناك وبشد بينهم خيط، عمليه الترويصه اللي احنا قلنا عليها من شويه. ببدا ارص بقى اول مدماج طوب كده جنب بعضه، بتاكد بميزان الميه من افقيه المدماج دوت، واتاكد ان الحيطه او المدماج ده مظبوط مع الخيط، مفيش بقى طوبه طالعه كده ومش عارف ايه، لا المفروض الخيط يبقى حر، لان لو خرج بره يبقى انا كده في حاجه غلط في اول مدماج. خلي بالك اول مدماج ده لو في مشكله كل اللي جاي عليه العوض. اطلع بقى بالقد، فاكر؟ اطلع باول 3 مداميج وابدا اشوف بقى افقيه المداميج ديت، وابدا اشوف راسيه المداميج ديت، علشان بعد كده تلاقي الموضوع ان شاء الله طالع معاك بسهوله مفيش مشكله. بند المباني مش صعب خالص، هو بند لذيذ، بس انت خلي بالك الحيطه اللي انت هتبنيها فيها غلط او فيها مشكله هتوقف عليها كل حاجه بعد كده فيها مشكله. بتاع المحاره هيبقى تعبان وهو شغال، والبنود اللي بعد كده هتبقى باينه. الحيطه ديت ممكن يحصل فيها شروخ، ممكن يحصل فيها مشاكل، فانت من البدايه اشتغل صح علشان ترتاح وتسلم الشغل بعد كده مظبوط في البنود اللي بعديها. قبل ما اقفل الحلقه في سؤال مهم قوي كنت مستني حد يساله لي، بس انا يمكن عشان ورا الكاميرا في حد قاله وانا مش سامعه. السؤال يعني يا باشمهندس ما كلمتناش عن المونه، المونه دي مواصفاتها ايه؟ اكيد انا مش بجيب الطوب وارصه كده وخلاص على الله حكايتي، لا اكيد في مونه موجوده، واللي هي اللحام اصلا الاساسي اللي بيربط الطوب كله في بعضه. المونه دي عباره عن ايه؟ حسبتها ايه؟ بجيب كام اسمنت رمل؟ الدنيا بتكون ماشيه ازاي؟
ما تقلقش هجاوب على السؤال دوت بس الحلقة الجاية، لأن أنا كده كده الحلقة الجاية كلها أسمنت ورملة، وهو بند البياض أو بند المحارة.